يا رب يا واحد عاملنا بالأحسان، مهما حصل مني من غفلة أو عصيان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل. توفي ظهر اليوم الفنان المصري هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض، وذلك إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية. وكان هاني شاكر قد نقل في وقت سابق إلى أحد المستشفيات في باريس لاستكمال رحلة علاجه بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة. وخلال الأيام الأخيرة عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل عقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته رغم تسجيل تحسن طفيف في أعقاب الجراحة. هذا وقد بدأت الأزمة الصحية للفنان الراحل بنزيف حاد ناتج عن مشكلة مزمنة في القولون، استدعى نقله إلى المستشفى في مصر، حيث خضع لنقل كميات كبيرة من الدم قبل السيطرة على النزيف عبر تدخل بالأشعة التداخلية. وشهدت حالته لاحقا تدهورا مفاجئا تضمن توقف عضلة القلب لعدة دقائق استدعت إنعاشه بشكل عاجل قبل أن يخضع لعملية جراحية دقيقة يمكث نحو 20 يوما في العناية المركزة وسط معاناة من ضعف عام، ما دفع أسرته إلى نقله للخارج لاستكمال علاجه. ويعد هاني شاكر الملقب بأمير الغناء العربي أحد أبرز النجوم الطرب في العالم العربي، وترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود عديدة. تغمده الله برحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.